أهلا بكم متتبع أخبار نادي جياسكا. الكناري يحول اهتمامه للحمراوة، وزيمباور ينتظر انتفاضة من لاعبيه. الأنصار يرفضون الضغط على اللاعبين ومتفائلون بمستقبل أفضل. مربع قد يعود للمنافسة من بوابة بيباني الغاني. زيمباور يعقد اجتماعا بمحيوس ويقدم له تعليمات خاصة. الآن إلى تفاصيل هذا الفيديو. الشبيبة ستتنقل إلى غانا في طائرة خاصة. بدأت إدارة جياسكا التخطيط للموعد القاري المرتقب بعد أيام من الآن، في إطار الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، حيث استقينا في هذا الشأن أن العناصر القبائلية ستتنقل في طائرة خاصة من أجل وضع اللاعبين في أحسن الظروف. مربح قد يعود للمنافسة من بوابة بيباني غاني. أكد مصدر طبي أمس للكورة نيوز أن الحارس غاي مربح قد يعود إلى المنافسة يوم 20 سبتمبر الحالي، والذي يتصادف ومواجهة الكناري لنادي بيباني الغاني في إطار الدور التمهيدي الأول، أين سيجرى اللقاء في غانا قبل مواجهة الإياب في الجزائر. أفضل فرصة من أجل معرفة مدى جاهزيته، والطاقم الفني يعتبرها فرصة لخلق المنافسة. زيمباور سيغير التشكيلة أمام ولدي سواران، وذلك تحسبا لدخول المنافسة الإفريقية في الدور التمهيدي أمام الفريق الغاني. لا تنسوا لايك وتعليق.